تعالوا النهارده اقول لكم على عجينه سهله وسريعه ومش هتاخد معاكم وقت خالص، تنفع للفطار يوم الجمعه الصبح مع فنجان شاي او لعشاء سريع. يلا بينا على الطريقه. في كوبايه الا ربع لبن دافي هنحط معلقتين سكر ومعلقه صغيره خميره اللي هما تقريبا 5 جرام خميره يعني. بعدين نغطيها ونسيبها على جنب ترتاح لغايه ما تطلع في قفيق لمده 10 دقايق. في بولة بقى نحط كوبايتين دقيق عليهم رشة ملح ونقلبهم كويس، وبعد كده نحط اللبن. هنحط ربع كوباية زيت وبعدين نقلب كويس كويس. بعدين هنحط معلقة كبيرة قشطة، انا القشطة بحطها مكان اللبن الباودر او الزبادي. وبعدين نعجنهم كويس لغاية ما تدينا عجينة طيرية ولينة بالمنظر ده. بعدين نسيبها تخمر ساعة، بعدين نرجع لها تاني ونديها عجنتين كده كويسين على حبة دقيق. وبعدين نبدأ نقسمها كور، وبعدين نسيب الكور دي ترتاح حوالي نص ساعة، وبعدين نرجع تاني نفردهم ونبدأ بقى نحشيهم اي حشوة انتوا بتحبوها. ممكن لحمة مفرومة، ممكن ميكس جبن، ممكن سوسيس، ممكن اي حاجة. انا هنا حشيتها سبانخ وجبن. واهم حاجة عندنا ان هي تتفرد كويس جدا وتبقى رفيعة علشان تستوي من جوه كويس، تبقى العجينة كلها مستوية. حاطين هنا حبة السبانخ وقفلت عليها كويس زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين بسيبها ترتاح شوية على حبة دقيق لغاية ما اخلص حشو كل العجائن اللي عندي. بعد بقى ما نخلص الحشوات بتاعتنا ونحشيها كلها في الطاسة تبقى سخنة، نحط عليها حبة زيت وندهن كمان العجينة بتاعتنا بزيت ونحطها على الطاسة على نار هادية. تقريبا كل وش هياخد 3 دقايق، نقعد نقلب فيهم لغاية ما ياخدوا اللون الذهبي الحلو ده. بصوا بقى هي استوت كده، وفي نفس الوقت هي تخينة يعني نفشت معانا مكان ان الخميرة مظبوطة وكل حاجة فيها مظبوطة ما شاء الله. بس بقى وبالهنا والشفا. ما تنسوش بقى تقولوا لي رأيكم في الوصفة ايه لما تجربوها، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك.